النهاردة حبيت ان انا ابدأ معاكم اول وصفة من وصفات العيد ان شاء الله. هنعمل طاجن لحمة خطير يا جماعة، خطير. اول حاجة هنزل بمعلقة سمنة بلدي او زبدة المتوفر عندك في البيت في طاسة، وهخليه يسخن قوي. وبعد كده هجيب قطعة اللحمة اللي انا مقطعاها وهنزل بقطعة قطعة. انا عملت نص كيلو من اللحمة. اهم حاجة تكون الطاسة تكون سخنة جدا عشان تاخد لون كويس اللحمة. انا عايزة اللحمة تكون متحمرة، ما تبقاش طالعة في الطاجن لونها ابيض، لا. اول ما ياخد معايا لون من تحت هقوم قلبة اللحمة على الناحية التانية على طول. اول ما ياخد لون من الجنبين هنزل عليهم بنص كيلو من البصل، هقطعه جوليان اللي هو الجوانح. يعني حتة ان احنا نقطع البصل، البصل لما بيتقطع بالسكينة بيدي طعم احلى كتير في الاكل عما نكون عاملينه في الكبة. فانا عارفة ان البصل تقطيعه ممل شوية، بس بيدي طعم للاكل احلى كتير لما نكون عاملينه في الكبة. هبتدي ان انا اقلب البصل كده مع اللحمة كويس، وهنزل عليهم برشة ملح، برشة فلفل اسود، مش هحط ملح خالص دلوقتي. والسر بقى اللي هيخلي طعم اللحمة حلو وهيدينا لون جميل قوي في الاخر، هنحط معلقة سكر كبيرة بس كده. انا مش هتبل دلوقتي خالص، ولا هحط ملح ولا اي حاجة الا في الاخر خالص لما اللحمة تستوي معايا او تكون داخلة على السوا. يبقى هنحط التوابل، معلقة فلفل اسود وهنحط معلقة سكر بس، مش هنحط اي حاجة تانية للحمة. هبتدي ان انا بقى اقلب فيهم كل شوية كده عشان البصل ما يتحرقش معايا. واول ما البصل ياخد لون، احنا مش هنحط ميه الا لما يكون البصل واخد لون، علشان في الاخر ما يبقاش البصل لونه ابيض جوه الطاجن، لا احنا عايزين يبقى البصل لونه مكرمل. واللي هيعمل معانا الخطوه دي معلقه السكر، بتخلي البصل لونه حلو جدا مع اللحمه. بس هفضل اقلب كده شويه، وبعد كده هكون غاليه ميه جنبي وهنزل على طول عليها بميه مغليه. ما ينفعش ان احنا ننزل عليها بميه ساقعه او فتره او دافيه حتى، لا لازم تكون الميه مغليه. هغطي بقى اللحمه دي كلها بالميه وهسيبها لحد ما تستوي حسب سوى اللحمه عندك. يعني انا هنا هسيبها شويه حلوين كده لحد ما احس ان انا احط فيها الشوكه، احس ان الشوكه دخلت معايا. وكل فترة من فترة للتانية كده هقلبها، وأول ما تيجي تخش في استوى هنقفل عليها ونسيبها. هكون محضرة عندي طاجن وهحط فيه اللحمة، هسويها كده، احطها بالراحة عشان ما احطش كله على بعضه، لا حطي كل قطعة في مكان، وبعد كده انزلي ببقية الصوص عليها. بس هنحط الكمية كلها، وهتكون طبعا مولعة الفرن على درجة حرارة مثلا 180. طبعا احنا كده يعتبر اللحمة عندي مستوية، يعني جاهزة يعتبر. انا هحطها بس في الفرن حوالي نص ساعة، وهقفلها كويس طبعا بورق فويل. هدخلها بس تاخد يعني طعم الطاجن كده، يبقى طعمها حلو قوي. بس حتى في الفرن نص ساعة قفلتها كويس جدا، وحطيتها على ما جهزت الرز كنت خلاص قفلت عليها في الفرن. بس كده. اعملي بقى جنبها رز بسمتي، عايزة تعملي جنبها خضار، عايزة تعملي جنبها رز ابيض، عايزة تاكليها بالعيش، ممتازة يا جماعة بجد. الطريقة كانت حلوة قوي يعني. اللحمة اتحمرت كده في الفرن، بجد كان طعمها اكتر من رائع. جربوها بالطريقة دي وامشوا على الخطوات كده زي ما قلت لكم. بجد من احلى يعني من احلى المرات اللي انا عملت فيها اللحمة في الطاجن. وجربوها العيد جاي، يعني العيد ده بيكون فيه لحمة كتير، ممكن في يوم مثلا تاني يوم العيد او تالت يوم العيد تقدميها. بجد طريقتها حلوة قوي. بتمنى تكون الطريقة عجبتكم وتجربوها،
واشوفكم تاني في فيديو قريب، وباي باي.